امام الباب ديال ولايه الامن. كما كتلاحظوا الحركات السياره بدات كتخفف الساعه الواحده بعد منتصف الليل. الحمد لله لم تسجل اي حاله، اي حادث، اي تدخل يستحق الذكر. التدخلات اللي كانوا عندنا تدخلات مألوفه عاديه. تمت المواكبه ديال الاحتفالات ديال المواطنين الاجانب والمحليين داخل وخارج الاسوار، في الرياضات، في الفنادق، في المطاعم، في المقاهي. كذلك تم التتبع ديال المواطنين اللي كانوا كيديروا جولات داخل الاسوار في المسارات السياحيه. بالنسبه للحاله كتبقى عاديه لحد الساعه. بالنسبه لحوادث السير بالنفي كانت الامور مضبوطه، ما كانش عندنا شي حوادث تذكر. بالنسبه للترتيبات الامنيه مازال كما بدينا، غادي تبقى حتى الساعات الاولى من الصباح ان شاء الله تدوز الامور في احسن الظروف، ويكون التفكك التام ديال جميع المواطنين من جميع الاماكن ديال الاحتفالات. سي محمد، هذه السنه تنشوفوا احتفالات راس السنه كانت موازنه مع كاس افريقيا، كي كانت يعني الاجواء خاصه مع الاجانب؟ اذا بالنسبه للاجواء اجواء عاديه جدا، واخا كاين عندنا عدد ديال الاجانب، كاين عدد اكبر من السنوات الفارطه، انما الكل داز في احسن الظروف، ما كاينش شي تدخلات تذكر، وكانت تحركات ديال المواطنين في ظروف امنه. سي بوالحباش، سمعنا واحد الخبر ديال اقتحام واحد المقهى، شنو فيناش مقهى؟ ما كانش احتفالات تدخلات عاديه، كتدخل في اطار العادي المألوف، ما كاينش ضرب وجرح، ما كاينش احداث اللي هي طارئه، احداث اللي كتشكل واحد كتشكل خطر على سواء على الناس اللي كيتبضعوا، ولا الناس اللي في المطاعم، او الناس اللي كيتساروا في ظروف امنه. كانت الامور عاديه، التدخلات اللي دازت كامله تدخلات عاديه جدا، ما كاينش شي حاجه اللي خارجه على المألوف، الامور عاديه. شكرا. تبارك الله عليكم.